لازم نشوفوا هدف للمنتخب الجزائري لإسماعيل. البحث عن تصويب. اوه السلام، اوه يا سلام على هدف في منتهى الروعة يا إسماعيل، هدف في منتهى الجمال، في غاية الروعة، تصويبة من مسافة بعيدة. إسماعيل بن ناصر يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري. 4-1 صارت النتيجة. شوف الإعادة، شوف تصويبة من بعيد بهذا الشكل، استقرت في مرمى فيكتور جونسون بطريقة ممتازة جدا. تصويبة من ينتظر المساندة من عدلان قديورة. هدف ثاني للمنتخب الجزائري من عبد المؤمن جابو، كان باسترجاعها كما نشاهد من نبيل الغلاس. بعد ذلك عدلان قديورة حضر على طبق لعبد المؤمن جابو من دون انتظار يضيف الثاني. تغيير الاماكن بين جابو وقديورة هي اللي سمحت كما نقولوا لا ديستابيليزاسيون تاع وسط الميدان، ونشوفوا قديورة مد كره في على طبق لعب جابو، وجابو قذف في الوقت المناسب. يوسف كيف غزال تصويب ممتازة في الوقت بدل ضاع من الشوط الاول. هذا جاء في وقته، يعني الهدف جاء في وقته باش نشاهدوه. شوف يعني من حوالي 30 متر او 25 متر، وهذا يؤكد ضعف هذا الحارس. اللقطه كانت جميله، ايضا تاكد ان ضعف الحارس في التصويب من بعيد. امور مثل هذه المفروض تتكرر عده مرات. الشوط الثاني حين سيتمكن اللاعب عبد المؤمن جابو من تعديل النتيجة في الدقيقة 62، وظلت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية. تخلف في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني شوف حوالي 35 متر يعني كانت كالصاروخ داخل الشباك. شوف المهارة الفردية، اتخاذ القرار، اتخاذ المبادرة في الوقت المناسب. كرة باغت أيمن المثلوثي، هدف من أروع ما يكون من هذا اللاعب، لاعب بمهارات عالية جدا عبد المؤمن جابو. سيد الحكم رياض محرز يستعد لتنفيذ هذه المخالفة. حطها في الجول يا رياض، 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 حطها في الجول يا رياض. با 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 جول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. هذه الجزائر التي تنتصر، هذه الجزائر التي تخسر ولا تنكسر، هذه الجزائر التي تنتفض أبنائها من أجل بنائها، الجزائر التي تبكي أولادها، التي يبكي أولادها من أجلها، ويمارس لاعبوها الكرة بأرجلهم وعضلاتهم وقلوبهم وشرايينهم وجوارحهم. الجبابرة فعلوها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تحيا الجزائر، الله أكبر، الله أكبر، تحيا الجزائر. هذا هو الرياض اللي قلت عليه، ما يعرفش يلعب الكرة في أصعب الظروف. يكتب التاريخ عناصر المنتخب الجزائري، نعم يكتبون التاريخ عناصر المنتخب الجزائري. كتبنا التاريخ سنة 90 ونكتبه 29 سنة من بعد. من أراد أن يبكي فليبكي، من أراد أن يبكي فليبكي فرحا